لو عاوز بركة وسعة الرزق احفظ الكام نقطة دول عندك. 1. ما تشاركش ولا تحط فلوسك في حاجة ما انتش فاهم فيها. 2. خلي ألفاظك دايما حلوة، لا تسب ولا تلعن ولا تشتم، لأن اللي ألفاظه وحشة دايما حظه وحش. وسيدنا علي بن أبي طالب بيقول: من ساء لفظه ساء حظه. 3. الفلوس الحرام عاملة زي الفاكهة البايظة، لو جبت فاكهة بايظة وحطيتها على السليمة مفيش وقت وهتلاقي السليمة ضربت هي كمان. يبقى برضو المال الحرام بيفسد المال الحلال وبيقل بركته وبيخليه دايما ينصرف في حاجات ملهاش لازمة، فابعد عن الحرام. 4. مش كل ما تشتهي تشتري، لما تطق في دماغك فكرة غريبة عليك انك عايز تجيب حاجة مش متعود انك انت تجيبها، ما تجيبهاش على طول. امال اعمل ايه؟ استنى من 24 ل 48 ساعة، لانها ممكن تكون فكرة دخيلة على دماغك وهتروح لحالها، ففلوسك ما تروحش هي كمان وترجع تندم بعد كده. 5. بتبيع تليفون أو سماعة أو أي شيء، خليك صادق في بيعك وشراك. يعني أنت عارف إن السماعة دي فيها وشة، عرف اللي بيشتريها منك على عيوبها، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك في تمنها مهما كان بسيط عن السليمة، وده لأن الصدق بركة. 6. عود نفسك لما تيجي تشتري حاجة هتحتاجها على المدى الطويل ما تسترخصش في تمنها. ليه؟ لأنها هتقرفك، كل شوية هتبوظ وصيانات وبتاع، لكن هات الحاجة الغالية اللي تعمر معاك وتحس إن تمنها فيها. ندخل بقى على النقطة اللي بعد كده. أنا ما بقولكش إنك أنت تختلط بالناس ولا تدوب فيهم، بس بقولك إنك أنت ما تعادهمش. لما تبعد عن الناس ابعد بالمعروف. هتقولي ليه؟ هقولك لأن الناس دي ممكن تكون سبب رزقك في يوم من الأيام. مصلحة جاية فحد يدلهم عليك، خير جاي فحد يقول لهم اتعاملوا معاه، وهكذا، فما تعاديش حد. أما بقى النقطة التامنة يا صديقي، أبوك وأمك مهما كانوا تعبينك ومغلبينك ومحدش منهم بيفهمك بسهولة، اللي بيتذلل لأبوه وأمه ربنا سبحانه وتعالى بيعزه وما بيحوجوش لحد أبدا، فحاضر ونعم وماشي وانتهينا، ومشي أمورك يا سيدي علشان الأمور تمشي وربنا يصلح حالك وبالك. ندخل بقى على النقطة التاسعة. شوف وهقول لك على حاجة، بتجيب كبة، بتجيب تلفزيون، بتجيب أي شيء، اسأل أهل الخبرة الأول قبل ما تشتري، لأنك ممكن تجيب نوع ويغلبك ويتعبك، فلما تسأل حد فاهم فلوسك مش هتترمي في الأرض. ندخل بقى على العشرة. خليك إنسان كريم، اعزم، وجب، تصدق، ما تخافش على المصاريف، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيخلف عليك أضعاف وأضعاف ما بتصرف. جمد قلبك وما يهمكش. أما بقى النقطة ال11، وحمد لله على السلامة يا سيدي، والحمد لله إن أنت استحملتني لحد دلوقتي، وهي آخر نقطة إن شاء الله هقولها لك. دايما وأبدا قايم نايم قاعد ماشي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لي ليه؟ هقول لك لأن بركة الخير كله اتجمعت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا هيكفيك شر الحوجة للناس وهيرزقك من وسع ومش هيحطك في ضيقة ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فخلي لسانك دايما يردد اللهم صل على سيدنا محمد، وأبشر بالعجب العجاب والخير الغزير اللي هيدخل في حياتك وهيصلحها ويعدلها من حيث لا تدري ولا تحتسب، وربنا ما يحطك في ضيقة. وأخيرا، لو فيديوهاتي أوقات بتظهر لك وأوقات لأ، فأنا اسمي أحمد أيمن، دور عليا لو جيت على بالك، ويشرفني تتابعني ونتلاقى في الجاية. سلام عليكم.